كلنا عندنا مشكلة مع المراهقين. في مشكلة، العيال دي بتفكر ازاي؟ أنا بقى هقولك، عارف إن المراهق في السن ده بيمر إن الخلايا العصبية عنده لسه بتنمو، فهو لسه بيتعلم المشي. نمو الخلايا العصبية دي بتخليه يتعامل ويفكر بشكل مختلف، فتبدأ تحس هو الواد ده مجنون ولا إيه؟ الكلام ده مش مرسل بقى، الكلام ده قاله دكتور علم النفس التنموي لورانس ستينبرج. قالك إيه بقى؟ هقولك، هو بيأكد لك إن القشرة الأمامية اللي في المخ اللي مسؤولة عن ضبط النفس واتخاذ القرار لسه بتفضل تنمو لحد سن 25 سنة. فالعيال دي بتبقى قاعدة أصلاً لسه مذبذبة، هم مش عارفين لسه هيعملوا إيه، بس هم بيحاولوا لسه يتحكموا في نفسهم ويتحكموا في تصرفاتهم. دورك هنا إنك تمشي معاهم في كل خطوة وتصاحبهم وتحاول تفهم مشاعرهم، وطول الوقت تقول لهم إن أنت كمان مريت بالمرحلة دي وفاهم كويس هم حاسين بإيه، وتسمعهم قوي قوي قوي. حتى لو أنت مش مقتنع بكلامهم، هم مش متمردين عليك ولا متمردين على الحياة، هم لسه بيحاولوا يتعلموا المشي. نحاول نخلي بالنا، سن المراهقة ده مش لعنة، سن المراهقة ده باب بيتفتح ليهم، بيتنقلوا من أطفال صغيرين لناس كبيرة هتاخد قرارات في حياتها. دورك هنا يا إما تخليهم يفتحوا الباب لوحدهم وما تعرفش الناس دي شكلها هيبقى إيه، يا إما تفتح معاهم الباب وتمشي معاهم خطوة بخطوة حتى لو هتتابعهم من بعيد، بس لازم تبقى عينك عليهم، عينك على حياتهم، على الفرص بتاعتهم. ابنك لما يقولك سيبيني في حالي، أو ابنك لما يقولك سيبني في حالي، ده مش عدم احترام، هو عايز يقولك أنا تايه جوايا ومش عارف أقول إيه. فساعتها تجيبه، هو أنت حاسس بإيه؟ طب اشرح لي واحدة واحدة ونتكلم مع بعض لحد ما نوصل أنت حاسس بإيه. لكن مش تقوله دي قلة احترام وخش تحبس في أوضتك، خسران، هتخسر على طول. في كانت بتحكي لي وبتقولي إنه هي بنتها كل ما تقعد في أوضة لوحدها تقعد تكسر وترمي الحاجات، وكل ما مامتها تكلمها البنت بتتعصب عليها جدا. فلما الأم قعدت معاها لأول مرة بهدوء، بنتها قالت لها جملة غريبة جدا، قالت لها أنا تايهة، حاسة إن مفيش حد شايفني، أنا حاسة إن لوحدي ومفيش حد فاهمني ولا أنا حتى فاهماني. دورك هنا إنك تخليهم يحسوا بالاطمئنان، وإنك سامعهم وفاهم هما بيمروا بإيه، وإنك متعاطف معاهم مش بتلوم عليهم، ولا إنك حاسس إنهم فاشلين. بالعكس، لازم تحسسهم إن الفرصة اللي وقعت منكو في أحسن منها مستنيكو، وتحاول إنك توريهم ده بعينيهم، بس وإنت معاهم خطوة في خطوة، مش تسيبهم وتمشي. عيالنا مش لازم يبقوا شبهنا، مش لازم يبقوا نسخة مننا عشان نحبهم، احنا لازم نحب النسخ بتاعت عيالنا. لازم نفهم كويس قوي واحنا في السن بتاعهم ده كنا محتاجين ايه، كنا محتاجين نحس بايه من اهلنا، نحس هم يدعمونا ازاي، فساعتها نقدم لهم نفس الدعم ده بس بالشكل اللي يناسبهم هم، ونحاول ما نحطهمش في قوالب يطلعوا منها اشخاص غيرهم، لان هم ليهم خصائصهم وشخصيتهم، هم غيرك. ممكن يبقوا شبهك في تعاطفهم مع الناس، في حبهم لربنا، في حبهم لأصحابهم، لكن مستحيل يبقوا شبهك في اختياراتهم ولا شبهك في مستقبلهم. انت حاجة وهم حاجة، حاول انك تطلعهم بالشكل اللي انت نفسك فيه، بس بالشكل اللي هم يبقوا بيحلموا بيه، مش بنسخة ما تشبه لهمش تماما. خلي بالك إن كل تصرف وراه حكاية. يعني في ولد كده مامته قالت لي إنه كان بيهرب من المدرسة، بس هم لما قعدوا يدوروا ورا الموضوع لقوا إن الولد ده بيتعرض لتنمر. هم في الوقت ده حكموا عليه إنه أنت ليه بتهرب من المدرسة؟ ولما راح لهم يقول لهم إن أصحابي بيتريقوا عليا، قالوا له إيه العبط ده؟ فالولد بقى بيعمل إيه؟ بقى بيهرب من المدرسة، هو بيهرب من مشاعره، بيهرب من اللي هيتعرض له. فنحاول نفهم عيالنا إنه أي حاجة تحسوا بيها لازم تيجوا تتكلموا معانا فيها، واللي انت شايفه عبط النهاردة وانت كبير وناضج بالنسبة له حكاية كبيرة مش عارف يعمل فيها ايه. فاقعد معاه وحاول انك تسمعه مش بعينك، بعينه. لازم تفهمه
لازم تفهم هو حاسس بإيه، بس بدماغه مش بدماغك، مش بتجاربك. انت هتنقله التجارب بتاعتك دي بعد ما تسمعه، وتفهمه ليه الحكاية بسيطة من وجهة نظرك، ازاي يتصرف فيها بالطريقة اللي تناسب حياته وشكل سنه. حضرتك ابنك مش مشروع، ابنك ليه مستقبله وحياته وقراراته اللي نفسه يفرضهم عليك وعلى نفسه. فلو فضلت تفرض عليه حاجة معينة هيفضل واقف مكانه ومتسوح. انت فارض عليه حاجة مش شبهه، فيبدأ يحس إن أنا مش عارف في الناحية التانية أتصرف، المكان ده مش بتاعي، بس بابا قال لي اقعد هنا، بس ماما قالت لي ما ينفعش تمشي من هنا. فهنخلي العيال نسخة غيرهم، هنخليهم مش شبههم، هنخليهم يحسوا إنه في لعنة فراعنة معطلانا. فأكيد مش هنعمل كده. التمرد والاحتجاج اللي بيقدموا عيالنا لينا مش إعلان حرب علينا شخصياً، ده إعلان حرب على التكوين اللي عمال يحصل معاهم وهم مش فاهمينه. فلازم نبقى معاهم لحظة بلحظة وفاهمين هم بيحسوا بإيه، عشان نبقى معاهم في كل ثانية، نبقى معاهم في قراراتهم وحياتهم وطموحاتهم، ونوريهم بعينيهم الفرق بين اختيارهم والاختيار المناسب لشخصيتهم والاختيار اللي احنا كنا شايفينه كويس ليهم. وهو بعد ما تحط له كل المكعبات دي يختار مكعب يقعد فيه، لكن ما تجيبوش تقعده في المكعب اللي انت عايزه وتقول له هو انت ليه عامل كده؟ هو عامل كده بسببك، انت اللي مش فاهم. كلنا تعبانين والتربية مش سهلة والأمومة مش سهلة والأبوة مش سهلة، لكن دورنا هنا إن إحنا نفضل معاهم لحظة بلحظة ونحاول ندعمهم ونفهمهم، لأن إحنا مرينا بكل اللي هم مروا بيه وزيادة. فإحنا اللي دورنا نوعيهم، مش دورهم إن هم يسمعوا كلامنا رغم أنفهم وهم صفحة بيضة نكتب فيها. واكتبلي في الكومنتات وهقولك حاجات أحسن هتساعدك، وحاجات أكتر هتدعمك، وحاجات أكتر هتساعدك في التربية. وبس كده، لايك وشير وكتير. باي باي.